ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهارده جايه لكم بفيديو مميز جدا جدا. هنعمل مع بعض السردين المملح، هنعمله بطريقه سهله قوي، احلى بكتير من اللي احنا بنشتروه من بره واوفر كمان. هتعمليه بطريقه سهله وهيطلع معاكي لونه وردي من جوه وزبده وطري. ولو اول مره تشوفوني، انا اسمي فاطمه ودي قناتي. يا ريت ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه كده انا جايبه كيلو وربع من السردين دوت. انا جايباه طازه ما شاء الله، كله كبير، ما فيش واحده فيهم صغيره. هبدا كده ان انا اربط عليه الكيس واسيبه لمده كده 3 ساعات او 4 ساعات في الكيسه، تمام كده. وهنا بعد ما عدى عليه 3 ساعات كنت سايباه في الكيسه، فضيته كده وحطيته في الطبق دوت كده. بعد كده هبدا ان انا احط بقى الملح بتاعه. كميه الملح للكيلو وربع عامله 6 معالق من الملح. ولو انتي المعالق بتاعتك صغيره هتحطي 7 معالق، تمام كده. وهنجيب بقى علبه تلاجة او اي برطمان فاضي عندنا، هحط فيه كيس كده بالشكل دوت. وهبدا ان انا احط رقه من الملح، وهبدا كده ارص السردين بتاعي خلف خلاف، يعني واحده عكس التانية زي ما انا حاطه كده، زي ما هو واضح في الفيديو، تمام كده. وهرش برضو رشه كده من الملح في التانية كده عكسها، واحدة عند الراس واحدة عند الديل زي ما هو واضح كده في الفيديو. وانا بحط كده السردين هبدأ ان انا اتك عليه عشان ما يكونش فيه هوا ويكون فيه فراغات. والفراغات اللي هي باينة دي هبدأ برضو ان انا املاها من السردين. بعد كده هبدأ برضو ان انا ارش كده طبقة من الملح عليها، تمام كده. ولو وصلتي بقى معايا لغاية هنا ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهكمل كده بقية السردين بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها. ده كانت اخر طبقة كده من السردين، رصيتها بالشكل دوت كده. وهبدأ احط باقي كمية الملح اللي معايا. وزي ما قلتلك ده كيلو وربع من السردين، اخد معايا 6 معالق. ولو انتي المعالق بتاعتك صغيرة هتحطي 7 معالق من الملح، تمام كده. وهنا كنت خلصت كل كمية السردين اللي معايا وحطيت عليها برضو الملح اللي فضل معايا كله. بعد كده هبدأ ان انا اربط عليه الكيس. اهم حاجة ان احنا نطلع منه كل الهواء اللي موجود فيه، ونربط الكيس ده كويس قوي. زي ما انا بعمل كده، طلعت منه كل الهواء اللي موجود فيه وربطته كده كويس قوي. وهبدأ بقى ان انا اغطيه بالغطا بتاعه، وهسيبه بره التلاجة. احنا مش بنحتفظ فيه في التلاجة في الاول، تمام كده. هسيبه بره التلاجة لمدة اسبوع، تمام كده. وهنا بعد ما عدى عليه اسبوع طلعته، كانت معايا بقى، مش عايزه اقولك بقى على ريحته كانت عامله ازاي. عشاق السردين كده والبسارية والفسيخ هم اللي هيفهموا الكلام دوت. طلعته كان بالجمال ده. وحاولي بقى وانتي بتطلعي السردين ما تطلعيش اول طبقه منه، دايما تجيبي من تحت. انا جبت كده من تحت زي ما انتوا شايفين، وبسيب اول طبقه كده اللي هي اول رقه من فوق خالص دي انا ما بسيبهاش، بسيبها تحت كده. وطلعت السردين وكان معايا بالشكل دوت كده. مش عايزه اقولك على ريحته وجماله، طري جدا وجميل وزبدة. هنفتح بقى دلوقتي مع بعض وهنشوف الجمال ما شاء الله. شايفين بقى ما شاء الله السردين عامل ازاي؟ الطبق شكله يفتح النفس وحلو قوي. مش هياخد معاكي اي تكلفة، احسن بكتير من اللي بنشتروه من بره. ما شاء الله وطري وزبدة، شايفين ما شاء الله. هنفتحوه كده، شايفين بقى اللون الوردي من جوه. السردين كله طالع معايا لونه كده من جوه، بتتشال معايا من القشرة بكل سهولة. وبتشيلي كده الشوك وهتاكليه حلو قوي. لو جربتيه بنفس الطريقة بجد هتدمنيه. والملح بتاعه ما كانش حادق، ملحه مظبوط جدا وحلو قوي، اوفر بكتير من اللي احنا بنشتروه من بره. جربيه بقى كده مع البصل ومع الشطه الخضراء، طعمه مش عايزه اقولك عامل ازاي. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لغايه اخر الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. الوقت بتاعه هو اسبوع بس، وهتاكلي احلى سردين بعد ما يعدي طبعا الاسبوع دوت. هتحتفظي بيه في التلاجة حلو قوي. هتحطي بقى عليه كده ليمون وخل وزيت، بجد جميل. جربيه بقى بنفس الطريقه دي. ويا ريت بقى تحطي لي لايك وكومنت جميل منك. اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامة.